الرأي ديالنا يكون مختلف، بالعكس فاليوم يعني قدمنا منذ يعني انطلاق البطولة، فهذه أحسن مقابلة قدمناها، خلقنا فرص اللي هي كثيرة كما لاحظتوا، يعني الحمد لله سجلنا هدف، ضيعنا فرص كثيرة، كنا اليوم نخرجوا بواحد النتيجة اللي هي كبيرة بواحد على الأقل 3-0، لكن الحمد لله رغم يعني ضياع الفرص فيعني اللي صعيب هو انك تخلق فرص، رغم ان اللاعبين ما سجلوهمش، فالحمد لله يعني قدمنا اداء في المستوى، اللاعبين كلهم عطاو كل ما في جهدهم في هذه المقابله هذه. واحد النقطه اللي سيعطي حماس للاعبين فيعني الرجوع ديال الاولتراس للملعب عطى واحد النكهه للمقابله، كما كنعرفوا المقابلات اللي كتجربها الجمهور ما كانش عندها واحد النكهه، والحمد لله يعني اللاعبين الاداء ديالهم اليوم كان في المستوى، وان شاء الله باقي في قادم المقابلات غادي نبرزوا على اداء في المستوى بهذه التركيبه هذه البشريه الشابه اللي عندها طموح كبير في هذه البطوله. ايمن، هذه اول مقابله ديالك مع المغرب التطواني، كيفاش يعني كانت التجربه؟ كيفاش كتشوف؟ واش راضي على الاداء اللي قدمتيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كيفك يا رب الجميع؟ يعني ما لعبتش وقت بزاف باش نبين على الامكانيات ديالي. بالحق دخلت لقينا الفرقه هابطه، لعبت ديفونسيف بزاف. الحق الاهم هو 3 ديال النقاط، الدراري دخلوا عازمين على 3 ديال النقاط من الاول، كنا محتاجين 3 ديال النقاط باش نزيدوا الصبوره الترتيب. الحمد لله دابا حنا مكلاسين يمكن لو دوزيام اللي حاجه، وباقي عندنا مقابله مؤجله مع الوداد ان شاء الله. الا ربحنا ديك المقابله نقدروا نشدوا الصف الاول من الاول، وان شاء الله الدراري غادي يكملوا بهذا المنوال ويكملوا بهذا الريتم العام كامل. كتشوف بان المغرب التطواني يقدر ينافس على البطوله هذا العام؟ وباقي بكري بزاف على بطوله، حيت هي الله مقابلات الاولين هادو يلا بدينا كنشدوا الريتم. كما كيعرف الجميع البطوله توقفت 3 ديال الاسابيع، صعيب بزاف باش تحكم على روندمون ديال اللعابه ولا على المدرب. يلاه المدرب كيقلب على التشكيله اللي غادي يلعب بها العام، والحمد لله على 3 ديال النقاط. يعني نقدروا نقولوا العنوان ديال هذه المباراه هو تضييع الفرص. فاول حاجه ماشي تضييع الفرص، يعني استطعنا نخلقوا فرص كثيره اللي ما استطعناش نسجلوها، يعني ما كانش عندنا الحظ باش نسجلوها. كان بعض التراخيم من اللاعبين، لا مني ولا من اللاعبين كلهم، يعني كنا بقينا مكملين كما بدينا المباراه الدقيقه الاولى، فكنا نستطيعوا نسجلوا 3 4 ديال الاهداف. فاحنا جانا واحد شويه ديال التراخي، فهذا هو السبب ديالنا، هذا هو السبب اللي راجع للتضييع ديال الفرص. واش نقدروا نقولوا بان المغرب التطواني يعني بدا كيلقى الفريق التيب اللي يقدر يخدم به؟ بالنسبه لفريق المغرب التطواني كما كنقولوا دائما لا خوف على فريق المغرب التطواني، وكما شفنا اليوم راه الدراري مباراه كبيره قدموا اليوم، راه واحد الروح قتاليه عاليه، يعني اذا كملنا بهذا السياق هذا راه غادي نقدروا ان شاء الله جميع المباريات نستطيعوا نفوزوا فيهم ونبقاو في الصداره ان شاء الله ونلحقوا الى فريق اتحاد طنجه ان شاء الله مقدم ديال اليوم. وكيفاش كتشوف بعد الفريق ديال المغرب التطواني هذه السنه؟ واش عنده يعني حظوظ باش ينافس على البطوله؟ اولا مقابله كيف ما شفتي كان فيها واحد الحماس كبير، اللاعبين قدموا واحد المقابله جميله، استطعنا اننا نخلقوا اكثر من فرصه، مي مالوغوزمون كما قلت ما استطعنا الا نسجلوا وحده. يعني خصنا نخدموا ان شاء الله على النجاعه الهجوميه ان شاء الله في باقي المقابلات، وكنتمنى ان شاء الله ان نبقاو غاديين في هذه الوتيره هذه الصحيحه، الوتيره الصحيحه باش نرضيو الجماهير اللي كتسنى منا الشيء الكثير ان شاء الله. وبالنسبه للمردود ديال الفريق هذه السنه هذه فالحمد لله جميع الفعاليات متفائله، عندنا مجموعه كيف ما كتشوف متكامله، متحمسه، باغي تعطي الاضافه. كنتمنى ان شاء الله على ان ربي ما يخيبهمش ونكونوا عند حسن ظن الجماهير. Déjà j'ai pas été décisif, j'ai pas marqué, j'ai pas fait de passe. On est tombé sur une bonne équipe de Tétouan. De toute façon, on savait que ça joue au football. Ici, ça joue toujours au football. Nous, on a été un peu plus sur la retenue. On n'a pas beaucoup joué, donc c'est un score logique. C'est normal qu'ils aient gagné aujourd'hui. Ils ont mérité plus. L'équipe de Tétouan a le mérite largement. On a bien vu, ils ont eu plusieurs actions, ils ont eu la possession de balle. Donc c'est normal qu'ils aient gagné, c'est normal. Nous, on doit travailler plus. Et pour voilà, là, c'est que le début, c'est que le 3e match, donc on va travailler. Allez, merci.